السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد في قناتي. نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا اليوم الوصفه غتكون عباره عن السفنج. شكون ما كيبغيش. غنبداو بجوج ديال السلايف ديال الدقيق، نغربلوهم مزيان، شويه ديال الملحه كما كتشوفوا معايا الكميه، معلقه ديال الخميره، معلقه عامره ديال الخميره، شويه ديال السكر والماء باش نعجنو. غنستمروا في العجين ديالنا، غنعجنوه مزيان، نعجنوه بهذه الطريقه هذه. كنسرع لكم الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. غنعجنو وغنخليوه. بالنسبه للماء ما كيكونش بارد بزاف، ما كيكونش سخون بزاف، كنسخنو شي شويه، غير شي شويه وصافي. هادشي اللي كاين. من بعد ما كنعجنو مزيان العجين ديالنا، كنخليه يخمر المده ديال ساعه. ملي كنخليه يخمر المده ديال ساعه كنغطيه بالسلوفان وكنخليه. دابا من بعد ما خمر لينا، غتشوفوه خمر مزيان، ساعه كافيه باش يخمر لكم العجينه ديالكم تخمر. هذه هي. وغنبداو في تشكيل دوائر من العجينه. غنجيب واحد الصينيه كبيره، غندير ليها الزيت مزيان، زيتو ديك الصينيه مزيان باش ما يلصقش لكم. وغنبداو في التشكيل على شكل دوائر. غنستمروا في التشكيل على شكل دوائر اللي هما صغار كما كتشوفوا معايا حتى نكمل كل شيء. وغنخليوه 10 ديال الدقائق يخمر لينا. نديرو فيها شويه ديال الزيت، تسخن شي شويه ديك الزيت، وغنبداو نحطو فيها السفنج ديالنا من بعد ما خمر بالتاكيد، غير باش ياخذ لينا داك اللون الذهبي من التحت. وغنحولوه لمقله اخرى باش تما يتقلى مزيان ويتنفخ لينا. ديك الزيت اللي كنقلي فيها ضروري تكون سخونه 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 بزاف باش نحطو فيها السفنج وتما يتنفخ. وبهذه الطريقه غنسالي كل شيء، كنحطوه هنايا في هذه المقله هذه، وغنحطوه في المقله الاخرى باش يتنفخ. نبداو نقلبوا فيهم. هذه هي الطريقه اللي كندير. بهذه الطريقه هذه كنساليو الكميه ديال السفنج ديالنا، وكيكون واجد للتقديم وبسرعه، ما كياخذش وقت بزاف. نتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه وهذه الطريقه.
شكرا لكم على المشاهدة ديالكم لهذا الفيديو، وشكرا لكم على المتابعة ديالكم لهذه القناة. نتمنى تكونوا على خير، و